السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة طبعا هنتكلم عن حاجة تعتبر مضاد للسموم ورفع المناعة، وحاجة بتأخر سن اليأس عند الأرنبة، أنثى الأرنب، وحاجة كويسة جدا وما بتكلفناش حاجة. هي من الفضلات بتاعة المطبخ بتاعتنا، وهي حاجة ان شاء الله كده هقول لكم عليها هي ايه، وهقول لكم على الفوائد الكتيره بتاعتها وازاي الارانب بتبقى مقبله عليها وبتاكلها. ادي قشر البرتقال اهو، بصوا جم ياكلوا فيه ازاي. قشر البرتقال هو مضاد للسموم، رافع للمناعه، بيقوي عضله القلب، ما بيخليش الارانب تجيلها جلطات مفاجئه، بيحفز الأنثى الأرنب على تنظيم البويضات بتاعتها، وده عشان موجود فيه نسبة عالية من الكالسيوم والبوتاسيوم، وبيقي كمان من أمراض البرد والإنفلونزا، وبيعالج السعال. يعني هو أصلا احنا في الأيام دي، طبعا الأيام دي تغيير من شتاء لصيف وكده، فالجو متلخبط، فالحاجة دي مفيدة جدا للأرانب إن هي في الجو ده بالذات. وطبعا قشر البرتقال مال الدنيا، كلنا بنجيب برتقال الأيام دي وبناكل برتقال، فالقشر متواجد، يعني مش حاجة مكلفة لينا، وكفاية إن هو هيقيهم من أمراض كتيرة، وبينظف المعدة بتاعتهم برضو، الأمعاء بتاعتهم وكمان بيقوي عضلة القلب، بيحمي الأرانب من الجلطات المفاجئة، يعني الموت المفاجئ، وبيجدد خلايا الجسم، بيساعد الجلد على التئام الجروح، وبينظم الدورة الدموية للأرانب. في حاجة تانية كمان بيعملها، إن هو القشر البرتقال ده بيأخر سن اليأس عند عند الأرنبة، أنثى الأرنب، بيأخر سن اليأس. يعني إن الأرنبة لو هي مثلا خلاص هتبطل، يعني المفروض تبطل ولادة في سن معين، لا هو بيطول السن بقى بتاعها اللي هي تفضل تنتج فيه، وهو مفيد جدا، ويا ريت كلكم تستخدموه. يعني مش كل يوم، كل ما بيبقى عندكم حطوا شويه، ما تكتروش برضه، حطوا شويه كده، هم هياكلوهم مش هيستنوا عندهم. انا حطيت هنا للقطف اللي عندي كله، وهقوم بقى احط للارانب الكبيره برضه، هحط لكل عين كام حته كده. وما تنسونيش ان شاء الله في اللايك والشير والسبسكرايب، ويا ريت تعليق حلو منكم، ودمتم سالمين ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.